حبايبنا الغاليين متابعين قناة يزن وليان، يا رب تكونوا بألف خير. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض وصفة سهلة وبسيطة وبجد طعمها جامد جدا، متهيألي مفيش حد ما بيحبهاش. هنعمل مع بعض الشوكولاتة الغامقة والشوكولاتة البيضاء، هنعملها بطريقة سهلة جدا وبطعم جامد جدا بجد هتغنينا، عشان احنا عارفين ان اسعارها كلها بقت في المحلات عالية جدا. هنعملها مع بعض بطريقة سهلة ومكونات بسيطة جدا. تابعوني عشان نعرف مكوناتها مع بعض. كل اللي هنحتاجه في مكوناتنا النهارده هو كاكاو خام، وهنحتاج معاها اللبن بودره، وهنحتاج سكر بودره، ويا ريت السكر يكون مطحون كويس، والافضل لو نشتريه من بره. مستخدمه هنا زيت جوز الهند، لو مش متاح عند حضراتكم ممكن تستخدموا سمنه او زبده عادي. مستخدمه هنا نوع من المكسرات وطحنه شويه منها، وفانيليا. هنبتدي نحضر مكوناتنا مع بعض. وهنا مستخدمه قوالب السيليكون، هنجيب الخلاط وننزل فيه بكميات متساويه من اللبن والسكر والكاكاو على حسب ما انتوا حضراتكم حابين تعملوا الكميه اللي حضراتكم حابينها. هنا انا مستخدمه هنا لقالبين بالظبط الكميه دي. ننزل بكيس فانيليا على الكميه اللي انا مستخدماها دي. ننزل بجزء من الزيت، وبعد كده واحنا بنشغل الخلاط بننزل بالجزء التاني طول ما الخليط شغال عشان نوصل للسمك اللي احنا عايزينه. ممكن تحدوها في كوبايات عشان تبقوا عارفين بتعملوا ايه، تكونوا ظابطينها كويس، يعني تكون ربع الكميه من كل حاجه. هنا لو ربع كوبايه، هنا يعتبر ربع كوبايه من السكر عليها ربع كوبايه من الكاكاو عليها ربع كوبايه من اللبن البودره، وهنا حوالي كيس فانيليا. بننزل بالخليط بالسمك اللي حضراتكم شايفينه ده. بعد كده بنجهز القالب وننزل بالكميه الموجوده عندنا، ومنحاولش نملاها قوي للاخر عشان نعرف نشيل القالب ما تبص مننا في الشكل. بنفضي الكميه بالطريقه اللي حضراتكم شايفينها. بجد طعمها جامد جدا، طريقتها كمان سهله وبسيطه خالص، طعمها جامد. وممكن اللي حابين يسيبوها ساده يسيبوها ما يحطوش، مش محتاجه اي حشو. بس انا هنا استخدمت اللوز والبندق، بس لو حابين تستخدموا فيها اي حاجه تانية ممكن، او حابين تسيبوها ساده تسيبوها زي ما هي. هنا بعد ما خلصنا القالب الاولاني نمسكه نفرغ منه الهواء كده عشان ما تعملش فيها اي فراغات. نبتدي بنجهز الكميه برضو للقالب التاني. وهنا انا مش مخلصه الكميه كلها هنا بتاع الشوكولاته الغامقه، لان انا هعمل شوكولاته كمان بيضه. فهنا على حسب ما الكميه خدت معانا ننزل فيها المكسرات اللي احنا طحنينها كويس في القوالب اللي هتكون كبيره شويه. هنبتدي كمان نجهز الشوكولاته البيضاء. هنبتدي نجهز الخلاط، وهننزل هنا بكميه الزيت يكون قد كميه لبن. كميه السكر لو حابين حضراتكم تقللوها، او يكون الكاكاو هنا مسكر شويه معاكم فممكن نقلل في كميه السكر. وننزل برضو بحوالي كيس فانيليا، ونضرب الخليط كويس جدا. وكده الشوكولاته البيضاء بقت جاهزه معانا. هنا انا بعمل طبقتين من شوكولاته بيضاء شوكولاته غامقه يكونوا مع بعض زي ما حضراتكم شايفينها كده. بعد كده ننزل بالكميه بتاعتنا بتاع الشوكولاته البيضاء في القالب كله. وهنا بنحاول برضو نحط فيها شويه من المكسرات، او زي ما قلت لحضراتكم لو عايزين تسيبوها ساده بجد طعمها جامد جدا، مش محتاج اي حاجه كمان معاها. بس هنا عشان تطلع معانا شبه بتاع بره بالحشوات بتاع بره كمان، نبتدي نمسك القالب كده زي ما حضراتكم شايفين فرغ منه الهواء. هي المفروض نسيبها حوالي ربع ساعه بره، وبعد كده ندخلها التلاجة تمسك حوالي ساعتين. ده شكلها بعد مرور ساعه، اقل من ساعه كمان، وبالشكل اللي حضراتكم شايفين. بجد طعمها جامد جدا، يا ريت تجربوه. بالف هنا وصحه على قلبكم.